الليفايز مجرد بنطلون جينز مصنوع من نسيج الدينم ومتصنع في مصانع مختلفة في العالم بما فيهم مصر. فليه بقى متوسط سعره 2000 جنيه و 3000 جنيه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة. انا محمد حرفوش ودي قناة في الدولاب. الحلقة دي بالذات مختلفة تماما وفيها اسرار هتتفاجئ بيها. قبل ما نبدأ، دعمك لينا هيفرق. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ودي لينكات صفحتنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، تقدر تتابعنا هناك. ده محمد حرفوش، شاب في العشرينات في عز الشغف والطاقة والطموح. أسس مشروع واشتغل عليه وبنى حلم لنفسه إنه يكون براند ملابس مصري يقدر ينافس بيه البراندات العالمية. المشروع نجح، وفي إبريل سنة 2019 خد أغبى قرار في حياته، إنه خلاص جه الوقت اللي ينفذ فيه حلمه. جمع كل اللي معاه وفضل يبحث ويدور لحد ما عرف أصل تصنيع البراندات العالمية في مصر. وفعلا اشترى موديلات أصلية من التوكيلات داخل مصر وخارجها عشان يصنع زيها، ونزل مصانع القماش الخاصة بالبراندات دي واشترى نفس الخامات اللي بيستخدموها، ونزل مصانع التجهيز اللي برضه بتصدر البراندات زي زارا وكيلفين كلاين وماسيمو دوتي وغيرهم كتير. وهنا الكل نصحه انه يقلد الاسم عشان البضاعة تتباع، لكن عشان مش ناضج كفاية وواثق في قراراته زيادة عن اللزوم عاند واختار اسم ماركته اللي محدش يعرفه، فورورد. وللأسف كانت الكارثة الكبيرة، البضاعة إقبالها على قد المحلات والباقي متراكم في المخازن، وخلاص كان هيخرج من السوق بفضيحة لولا ستر ربنا. في مصطلح اسمه The Power of Branding اللي يخليك تشوف قميصين زي بعض بالظبط، مفيش أي فرق، واحد منهم ب 300 جنيه وواحد فيهم ب 2000 جنيه. الفرق في الليبل. انت بتشتري الاسم ده ب 1450 جنيه، اما قيمة القميص الحقيقية هم 300 جنيه. نفس فكرة ابل بالظبط، جمهورها مرتبط بيها ارتباط عاطفي. قدروا يزرعوا في عقلك اللاواعي ان التفاحة دي بتاعت الناس الكريتيف المثقفة، وكونك شايل التفاحة دي فانت فئة مختلفة عن الناس التانية. قبل ما تاخد قرار بشراء اي ملابس سعرها اوفر، تعال اعرفك على اسرار وحيل البراندات عشان يأثروا عليك ويتلاعبوا بعقلك. الناس دي بتصرف ملايين حرفيا في حاجات تبان لك تافهه. الناس دي مش هتبيع لك بصوره مباشره وتقنعك ان التيشيرت ده حلو عليك وهنعمل خصم عشان انت عاملنا المميز والجو الرخيص ده. في شركات مخصصه بس في الفيجوال مارشندايزنج او الترويج البصري، تنسيق الالوان والعرض المتناسق وكل كوليكشن جديد بالوان مختلفه اللي بيخطف عينك وبتقع في مصيده الشراء اول ما عينك بتيجي على السكشن. واشهرهم براوز وير، الشركة الإسرائيلية اللي أرباحها دلوقتي تتخطى المليارات سنويا، وأبتوس وويست روك الأمريكية وشركات غيرهم كتير، شغلتهم بس إنهم ينسقوا الألوانات مع بعضها ويعرضوا المنتجات بصورة تخطف عينك. ومن أهم الحيل اللي بيستخدمها البراندات صوت المزيكا. روب وود مؤسس شركة ميوزك كونسيرنينج المسؤولة عن نوع المزيكا للبراندات العالمية بيقول إن كل براند بيبقى ليه هوية موسيقية خاصة بيه. شعور الأبهة والفخامة ليه مزيكا معينة زي الجاز والكلاسيكيات، شعور السرعة والعملية ليه مزيكا تانية. كل حاجة ليها مزيكا معينة باختلاف مستوى الصوت وسرعة الإيقاع. انت متخيل شركات كاملة بأصول وموظفين ومرتبات للعاملين من مختلف الجنسيات وفروع بأصول في كل حتة في العالم عشان بس يسمعك نوع مزيكا معين ويقدر يحفزك للشراء ويشتغل عقلك وتنتمي لأسرته. غير العروض اللي بمناسبة وغير مناسبة. راس السنة، يعني راس السنة دي مناسبة دينية ملهاش أي علاقة بالخصومات. البلاك فرايداي عشان حضرتك تقع في الفومو أو الفير أوف ميسنج أوت، الخوف من فوات الفرصة وتطلع تجري تشتري قميص ب 2000 جنيه. أنا معاك إن جودة البراندات دي مختلفة فعلا عن السوق المحلي. الشركات دي قدرت تهتم بأدق تفاصيل جسمك، بتحس إن اللبس منحوت عليك بالسنتي، ولكن السعر أوفر في مصر بشكل مرعب. يعني ايه تشتري جاكيت بشهرين من مرتبك؟ دور على بدائل تقدر تشتري منها منتجات تانية باسعار طبيعيه. وعلى فكره الاسعار بره مصر عاديه ولكل الناس، لان في براندات كتير بتخاطب متوسط ومحدود الدخل زي زارا. ايوه زارا وجاب واتش اند ام وليفتس. عشان كده ما تستغربش لما نجيب سويرس يقول انه بيلبس من زارا عادي